لو انت كنت فاكر ان حياتك خلصت، فلوسك وشغلك كل حاجة وقعت، حتى الناس اللي انت كنت فاكرهم سند، لو هديت كده وفكرت بس اللحظة وبصيت للموضوع بمنظور اكبر هتعرف ان دي مش نقطة صفر، دي نقطة بداية. لو حسيت انك واقع وحياتك متقفلة فالفيديو ده ليك. اللي انا هقوله دلوقتي بعيدا جدا عن كلام التنمية البشرية اللي ما عادش متصل بالواقع، والناس كتير بقت عارفة وفاهمة ان ده كلام ضرب من الخيال. كتير مننا مر بلحظات انهيار، لحظة كده بتحس فيها ان خلاص انا انتهيت ومفيش حاجة بتنفع وكل الطرق مقفولة في وشي. بس في الحقيقة ان انت مش هتبقى اسوأ حالا من شخصيات كتير مرت بظروف اسوأ من اللي انت مريت فيها. لكن لكل واحد ظروفه، ولكل شخصية الظروف بتاعتها والمكان اللي عايشة فيه والامكانيات اللي ممكن المكان يقدمه لها. في ناس بتعرف تستغل الامكانيات دي كويس، وفي ناس بتخلق هي امكانيات اللي تقدر تتعامل بيها من نقطة الصفر دي. يعني ببساطة انت تقدر تقوم من نفس المكان اللي انت وقعت منه. أنا ممكن في الفيديو اجيب لك شخصيات واجيب لك اسماء كبيرة، لكن انت هتقول لي ده كلام خيال وانا فين من الناس دي، زي مثلا والت ديزني، اوبرا وينفري، وجاك ما مؤسس علي بابا، وهوارد شولترز مؤسس ستاربكس. لكن انا عارف ان انت هتقول لي برضو الكلام ده ضرب من الخيال، وانت بتتكلم في ناس اسمائها كبيرة وناس عملت وناس سوت وناس بتحقق ملايين ومليارات وارباح والكلام ده كله. فانا زي ما قلت لك ان لكل واحد نقطة الصفر بتاعته ونقطة البداية بتاعته ونقطة الانطلاق بتاعته. واحد كان او في دولة او في حي بيقدم له دعم او بيقدم له امكانيات تقدر تساعده، لكن برضو الموضوع بيقع على الشخص نفسه. اشمعنى الناس دي بالذات وبالتحديد هم اللي قدروا يستفيدوا من الامكانيات دي؟ لان هو عاوز كده، هو قرر كده، هو رفض الواقع اللي هو عايش فيه وقرر ان هو يستغل كل الظروف والامكانيات اللي عند نفسه واللي عند الاماكن اللي هو عايش فيها. سواء عنده مهارة، سواء يتعلم مهارة، سواء في قانون يفيده في البلد، يقدر من خلاله يدخل اي مجال من المجالات دي وينجح فيه. الفكرة يا صديقي ان كل واحد له حالته وله ظروفه، وانا لو قعدت اتكلم في الحالات انت هتقول لي طب انا حالتي وضعها واحد اتنين تلاتة، انا هعمل فيها ايه؟ كل واحد يقدر يتصرف بناء على الوضع بتاعه. انا بس جاي اقول لك ما تصدقش الكذبة اللي بتقول ان انت انتهيت او دي نقطة الصفر ومفيش فيها رجعة. انا عايزك تعتبر ان نقطة الصفر دي ما هياش حفرة انت وقعت فيها، دي صفحة بيضة عشان تبدأ من جديد. طيب انت دلوقتي ما فدتنيش باي حاجه في الفيديو ده غير برضو كله كلام تنظير ومفيش اي استفاده. انا جاي النهارده هقول لك 5 خطوات لو نفذتهم باذن الله حياتك هتتغير. بس تنفذهم يا صديقي. اول حاجه ومن اهم الخطوات انك تعترف بالواقع. ما تخدرش نفسك، كلم نفسك بصدق. انا وصلت لنقطه معينه، انا وصلت لنقطه الصفر، انا هعمل واحد اتنين تلاته. واهم حاجه طالما انا لسه بتنفس ولسه فيها الروح فانا اقدر اكمل وابدا من جديد. فاول خطوه هي اعترافك بالواقع اللي انت فيه، وده في حد ذاته جزء كبير جدا عشان تقدر تعمل اطار للوضع اللي انت فيه. تاني حاجة اكتب 3 حاجات تقدر تعملهم حتى لو حاجات بسيطة، مش لازم تكون حاجات ضخمة، ممكن تبقى حاجات صغيرة جدا، حاجات عشان تبدأ بيها. يعني مثلا عادة انت بتعملها، عندك موهبة معينة، تتصل بشخص معين يقدر يساعدك في حاجة معينة. 3 حاجات بسيطة وصغيرة تقدر تعمل بيها ستارت اب من الأول. تالت حاجة انت دايما هتسمع صوت بيقولك انت مش هتنجح، بالذات لو انت اخترت ال3 حاجات دول وبدأت تتحرك فيهم وحاجة منهم وقعت منك. هتلاقي صوت بيقولك انت مش هتنجح. انا عايزك تقطع الصوت ده في دماغك، ولو الصوت ده جاي لك عن طريق ناس سلبية حواليك ابعد عنهم حتى لو كانوا قريبين منك، ابعد عنهم حتى لو فترة الاعداد اللي انت بتعدها لنفسك او فترة النهوض اللي انت عايز تنهض فيها دي، لان الناس دي بتأثر عليك بالسلب. رابع حاجة تنظف مساحتك. يعني مثلا تبدا ترتب مكتبك، ترتب المكان اللي انت قاعد فيه. الحاجه دي تديك طاقه ايجابيه، انت شايفها حاجه بسيطه وحاجه ممكن تكون في نظرك تافهه، لكن صدقني والله ليها تاثير كبير جدا. خامس حاجه امشي كل يوم 10 دقائق لوحدك. 10 دقائق لوحدك، خد وقتك وفكر، افكارك هتترتب وتتنظم. وما تخافش من الوحده، ما تخافش ان انت تبقى لوحدك، صدقني ساعات بتبقى هي بوابه التغيير. ال5 حاجات دول انت ممكن تشوفهم حاجات بسيطة جدا وحاجات صغيرة، لكن والله العظيم لو عملتهم ان شاء الله هتتغير. لازم جزء فيهم يحسسك بالتغيير، حتى لو جزء نفسي حسيت بيه ان انت اتغيرت نفسيا ومستواك النفسي بقى افضل واحسن من الاول وطريقة تفكيرك اتغيرت. في النهاية انا عايز اقولك ان كل حاجة بتبدأ من نقطة، لكن انت اللي بتحدد يا صديقي انت هتمشي بالنقطة دي لفين. هل هتفضل واقف مكانك ولا هتحولها لطريق وتمشي فيه؟ وخد بالك الطريق ده عمره ما هيكون متمهد، هتلاقي دايما فيه صراعات ومشاكل ومطبات، لكن اكيد ان هو هيوصلك. في النهايه يا صديقي اتمنى تكون استفدت من الفيديو ده ولو بمعلومه واحده، وطبعا لو ما كنتش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ما تنساش الشير واللايك وتسيب لي كومنت تقول لي انا بدات. اشوفك في فيديو تاني. سلام عليكم.